الفيديو ده معمول لكل الجيل بتاعنا، جيل السبعينات والثمانينات، ولو سمحتوا ما حدش يستهتر بالكلام اللي هقوله. كل واحد فيكم يروح يتأسف لأبوه وأمه حالا. الجيل بتاعنا كل واحد فيكم عارفين هتتأسفوا ليهم ليه؟ لأن جيل السبعينات والثمانينات بتاعنا ولادهم دلوقتي كبروا، ابتدائي ثانوي، في اللي دخلوا الجامعة، وعرفنا قد إيه الزن واللي كنا بنقول عليه نكد والقلق والتوتر اللي اهالينا كانوا معايشيننا فيه ده حب صافي، حب غير مشروط. ابوك وامك، وانا هتكلم على الابهات بالذات لان انا اب لما بيتوتروا ولما بيقلقوا ولما بيزنوا ولما بيوصوك كتير على مليون حاجة، مش عشان انت متخلف ولا انت عيل صغير ولا عايزين يلغوا شخصيتك ولا عايزين يفرضوا ارادتهم عليك ولا شايفينك تافه، عشان هم بيحبوك يا حبيبي. والبني ادم لما بيحب حب جامد جدا عقله ده بيتلغي. انا عرفت ده مع بناتي، فانا بتأسف لابويا الله يرحمه وبتأسف لامي، وكل واحد فيكم لو ابوه وامه عايشين دي فرصة. انا ما لحقتش اتأسف لابويا لان انا خلفت بعد ما ابويا توفى يعني، فما جربتش الاحساس ده غير بعد ما ابويا توفى. الله يرحمك. وبتأسف لوالدتي، وكل واحد فيكم يستغل الفرصة. اللي عايش منهم يتأسف لهم، اللي توفاه الله منهم يدعي لهم بالرحمة، لان انا عرفت الناس دي بتتعب قد ايه عشان ولادها. الاجمل بقى ان انا عرفت الجانب الخفي اللي بيعيشوه الابهات والامهات، الصراعات اللي هم عايشينها لمجرد بس ان سيادتك تلاقي اكل تاكله في التلاجة، الصراعات اللي هم عايشينها لمجرد ان هم يعملوا لك عيد ميلاد، الصراعات اللي هم عايشينها عشان يدخلوك مدرسة كويسة وسيادتك ولا عايز تذاكر ولا عايز تروح المدرسة ولا عايز تحضر حتى الاونلاين، الصراعات الاكبر اللي بيعيشوها وسيادتك بتمتحن. هم اللي بيمتحنوا والله العظيم. لو تعرف ابوك وامك بيقعدوا يدعوا لك قد ايه. والله انا الصبح وانا رايح شغلي او انا ماشي في الشارع ايام الامتحانات بشوف كميه الامهات اللي قاعدين على ابواب المدارس على الرصيف. والله لو كل عيل وعيله من اللي قاعدين بيمتحنوا جوه دول شافوا معاناه اهاليهم دول لا ياكلوا الكتب اكل، مش عشان ينجحوا، عشان خاطر يجبروا بخاطر الناس دي بس. انت وانت بتمتحن هم بيمتحنوا قدك 10 مرات، فلما بيقعدوا يقولوا لك ذاكر ذاكر ذاكر، مش هيستفيدوا حاجه من نجاحك غير ان هم يفرحوا بيك. فشفت الجانب الخفي ده. ابوك وامك دول بيستحملوا شغل هم مش طايقينه، بيوفروا من بنود هم محتاجين. انا يعني في ابهات وامهات ما بيجيبوش الدواء وعلاجهم عشان يجيبوا لاولادهم حاجه يفرحوا بيها، وتيجي بعد كده تلاقي العيل ولا العيله بيقل ادبه على امه وابوه، بيعلي صوته، بيرد بقله ادب، بيطنشهم ويجنبهم وما يحترمهمش. ويا سلام بقى لما تلاقي بيكلموك على الموبايل يا باي قبل ما يردوا اف وحاضر يا ماما ويا ابني. كل الحاجات دي على فكره انت بتاخد عليها ذنوب، انت بتزعل ربنا مبدئيا قبل اي حاجه. انا واحد اتحرمت من ان انا اشوف كلمة بابا على الموبايل لان انا والدي توفى قبل ما الموبايلات تنتشر. ابويا عمره ما كلمني على الموبايل، عمري ما اتصورت صورة مع ابويا على الموبايل. دي نعمة انت عايش فيها دلوقتي يا ابني، استغلها. فلو سمحتوا جيل السبعينات والثمانينات كل واحد يروح يبوس ايد ابوه وامه اللي عايش منهم ويطرحها معلماته، وتأسفوا لهم على كل اللي ولادنا بيعملوه معانا دلوقتي. ولو حد بيتابعني من الاجيال الجديدة، انت في نعمة استغلها وبلاش قلة ادب. لايك وشير علشان نبسط كل الابهات والامهات، وصباح السعاده.